أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أسلمت في 16 ثم في نهاية 16 في يعني بداية 17 بالضبط التاريخ ما أتذكره، لكن كان بين ذلك. ثم بعد ذلك أكملت الثانوية في السويد. في السويد أي. جميل. وبعد ذلك يعني كان هناك يعني شيء من الإشكاليات في السويد، شعرت بشيء من الضغط. المحيط ما كانوا يحبون أن أسلمت، مع أن كان بعض الأصدقاء كذا أسلموا، لكن من حيث العموم ما كانوا يحبون ذلك. فأردت أن أخرج من السويد، وخرجت إلى بعض الدول العربية تجولت فيها وكذا. وأنا عشقت الشرق الأوسط، يعني أجد الشباب سبحان الله بعض الشباب المسلمين يحبون الذهاب للغرب. أنا إذا أمشي إلى السويد لكي ألتقي بالأسرة والأصدقاء وأقوم بالدعوة وشيء من هذا، عندي حنين في داخل النفس ولا أرتاح إلا وأنا أضع قدمي في بلاد الإسلام. يعني خاصة المدينة لها، يعني أنا أعيش في المدينة وهذا له يعني شيء آخر يعني. لكن حتى في دول أخرى أدخل وما أرتاح إلا في هذه الدول. سبحان الله، قد يكون فيه شيء من الفوضى، شيء من عدم الانتظام، شيء من يعني هذه الأشياء، لكن المحاسن والله ترى، وتشعر بالأخوة والمحبة والراحة النفسية الموجودة، والله ما أشعر بها إلا في هذه الدول. فالحمد لله. الحمد لله. يعني أتيت للمدينة وعشت في المدينة الآن فترة طويلة، درست البكالوريوس والماجستير، والآن سلمت الرسالة في الدكتوراه. فأسأل الله العون والتوفيق.